السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي خير واحسن حال يا رب العالمين. احنا النهارده هنعمل اكله سريعه وبسيطه وسهله. وطبعا دي لحمه بنعصجها. بسم الله الرحمن الرحيم، نسمي الله كده. بنعصجها عادي جدا يعني. وهنضيف لها شويه حاجات دلوقتي. خلينا مع بعض وهنشوف الاكله البسيطه السهله السريعه. تمام مع بعض ان شاء الله تحبوها يا رب. بنعصج اللحمه وهنقطع فلفل الوان وهنحط عليها، وهنقطع بصل وهنحط عليها. تمام، هنشوحه وهنحطه، يعني هنعصج لحمه بالبصل والفلفل الالوان والتوابل والملح بتاعنا وكل حاجه. وهنعملها مع ايه؟ هنشوف مع بعض كده. خلينا مع بعض ونشوف للاخر الاكله هتطلع ايه وازاي. ان شاء الله تحبوها يا رب وتطلع سهله عليكم يا رب. ماشي كده. احنا بننشف اللحمه وهنكمل نعصج اللحمه وهنرجع لكم حالا. ما تاخذونيش بس ايه علشان صوتي، انا بقالي كام فيديو كده صوتي تعبان عشان عندي برد جامد جدا. ما كنتش الفتره اللي فاتت دي مش قادره اصور، كنت تعبانه جدا. اعذروني. ارجع لكم حالا دلوقتي احنا قطعنا البصله. انت بتاعي بصله بصلتين يعني على حسب راحتك. تشوحها برضو في الماده الدهنيه. احنا طبعا شوحنا اللحمه وعليها الفلفل الالوان. هنرجعهم كلهم هنا تاني، بس يعني ايه، هنشوح البصله مكان اللحمه. تمام. وهنحط حته توم صغيره والفلفل اللي خزناه مع بعض الاحمر هنقطع برضو منه حته صغيره عشان احنا مش عايزين الاكل مشطشط قوي يعني. نحط حته توم مفروم. وزي ما قلت لكم المره اللي فاتت وانا بخزن الفلفل، قلت لكم عشان نقطم منه كده. طبعا بمنتهى السهوله قطمنا الفلفل. الفلفل والثوم والبصل. يا رب الاكله تعجبكم ان شاء الله، تبقى سهله وبسيطه عليكم. نحط التوابل بتاعتنا. الملح والثوم. وهنحط اللحمه
المفرومه اللي عصجناها. هنقلب بقى كله على بعضه. المكونات حطيناها كلها مع بعض. حطينا اللحمه المفرومه نشفناها وشوحناها كويس، وبعدين حطينا عليها الفلفل الالوان، وبعدين شوحنا البصل والثوم والفلفل الحامي اللي فرمناه مع بعض قبل كده. طبعا الكميات على حسب، يعني سواء اللحمه او الفلفل او كل حاجه على حسب راحتكم. يعني انا بديكم الفكره وانتوا طوروا منها زي ما تحبوا. عايزين تزودوا، عايزين تقللوا، عايزين مفيش لحمه خالص عادي جدا نحط. يعني لو بانيه فراخ ماشي، لحمه ماشي، مفيش لحوم يعني مفيش اي مشكله خالص. ممكن نعملها اقتصاديه بحته، يعني بالفلفل الالوان والخضره والجبنه وخلاص كده، فاهمه؟ فاهمين يعني؟ ف يعني لو عارفه اوصل المعلومه، يعني نعملها حاجات بدون لحوم عادي جدا هتبقى زي الفل. انا عملتها قبل كده بدون لحوم وكانت زي الفل، طعمها جنان. تمام. فانا هنكمل مع بعض الوصفه ان شاء الله. يا رب النتيجه تعجبكم وتبهركم يا رب ان شاء الله. دلوقتي خلصنا الخلطه اهي، تمام، وخليناها على جنب. هنكمل بقيه الوصفه مع بعض. دلوقتي هنهرس بطاطس مسلوقه، طبعا غسلناها كويس وقطعناها كده وسلقناها، تمام. هنهرسها كويس جدا جدا. هنحط معلقه زبده بلدي او اي ماده دهنيه انتوا بتستخدموها، تمام. حطينا كده، هرسنا البطاطس، احنا مش حاطين لها اي حاجه، سلقناها بس، لان كل حاجه محطوطه عندنا مع اللحمه، التوابل والملح وكل حاجه. البطاطس دلوقتي هنحط عليها الزبده وهنحط عليها اللبن، كوبايه لبن حلوه كده، ويفضل يكون لبن حليب وعامل قشطه كمان، يعني يكون بارد وعامل قشطه عشان الطعم يطلع معاكم حكايه. ان شاء الله ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتبقى سهله جدا وبسيطه. واللي ما عندوش حاجه عادي جدا يستبدلها، مفيش لبن حليب نجيب لبن عادي، اكياس نجيب يعني اي لبن بتفضلوه تعملوا بيه، مفيش مشكله خالص. الوصفه هتتعمل وهتبقى جميله برضو، وكل واحده تضيف لمستها على الاكله اللي بتشوفها. مش ضروري الواحد يعني يشوف الاكله يقوم يعمل زيها بالظبط، ولو ما جاتش زيها بالظبط يقول انا ما عرفتش. لا بالعكس، يعني مساله الاكل دي بسيطه جدا جدا جدا، وشلنا حاجه حطينا حاجه الاكله ماشيه وان شاء الله يا رب يحسن ما بين ايديكم وتطلع زي الفل وتعجبكم وتبقى بسيطه وسهله عليكم. اهم شيء الواحد يبقى فيه نيه طيبه كده وهو بيعمل الاكل، ويعمله بذكر الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله الاكله هتطلع معاه زي الفل باذن الله. كده هرسنا البطاطس خالص. طبعا البطاطس هتشرب كل السوائل اللي فيها دي، هتجمد معانا دلوقتي ايه يعني.
خلصنا البطاطس، هرسناها كويس جدا اهي قدامنا. تمام. وفضينا طبعا الصينيه اللي هرسنا فيها البطاطس وحطينا فيها زبده اهي او اي ماده دهنيه. هنفضي نص البطاطس. وهنحط معانا اللحمة اللي عصجناها. حطي بقى زي ما تحبي، يعني حتى لو حطيتيها كلها زي ما تحبي. بسم الله الرحمن الرحيم، نسمي الله ونذكر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ريحتها مش قادره اقول لكم، مش هتقاوموها وانتوا بتعملوها. بسم الله. زي ما قلت لكم، تتعمل بالخضار، تتعمل باي حاجه انتوا عايزينها، اي حشو انتوا عايزينه، اي اضافات انتوا عايزينها تعملوها. مفيش حاجه بتقف على حاجه، مفيش اكله بتقف على اي مكون. هنحط باقي البطاطس. مش ضروري يعني نساوي وما تبانش اللحمة، ولا عادي جدا، كل حاجة ماشية والحمد لله، وكله هيتاكل. ان شاء الله تبقى جميلة وهتعجبكم ان شاء الله. عايزين تكتروا بطاطس شوية كمان ماشي طبعا، هتبقى جميلة. غطينا اللحمة، يعني لسه في اضافات تانية هنحطها طبعا. معانا البيض يا دوب هنفكه بس كده، مش هنربه كتير. معلقه فلفل اسود صغيره، معلقه يعني تحيقوها ملح صغير برضو قليل، عشان اللحمه حيقه والبطاطس حيقه. تمام. هنحط كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله تبارك الله. عشان البيض ينزل الجناب برضو، البيض يكون يتغلغل في الصينية كلها. طبعا انا مشغله الفرن على اعلى درجة عشان يسخن قبل ما نخلص. ونحط جبنة موتزاريلا او ميكس جبن زي ما قلنا قبل كده في اي فيديو، اي نوع جبنة بتحبوه. مفيش جبنة خالص هتنفع برضو، والشهد البيض او قشطة اللبن او زي ما تحبوا، وهتطلع معاكم جميلة جدا برضو.
احنا بنحط بس شويه كده، وبعدين اول ما نلاقيها خدت وش واتشمعت حلو، يعني خلاص دخلت في السوا، البيض استوى وكده، هنحط بقيه الجبنه ياخد وش معانا تاني، عشان ايه؟ الجبنه تطلع معانا طريه وحلوه كده. تمام، هندخلها الفرن، وان شاء الله لما تطلع هنشوفها مع بعض طلعت ازاي. الصينيه اهي بعد ما طلعت ده شكلها النهائي، طبعا لسه سخنه جدا، بس هنقطع كده حته مع بعض. شايفين خدت الوش الجميل؟ ان شاء الله يا رب الطعم يعجبكم. طبعا لما تبرد كمان هتبقى احلى. شايفين؟ تحفة تحفة، ريحتها تحفة، هتعجبكم جدا جدا. واو واو بجد واو. شايفين اللحمة كله دايب في بعضه، جميل جميل جميل، جميلة جدا جدا، جميلة جدا جدا بصراحة. الطعم والريحة مش قادرة اقول لكم على الجمال، مش قادرة اقول لكم بجد ولا اوصف لكم، ملهاش حل. يا رب الوصفة تبقى سهلة عليكم وتستفادوا منها، تطلعوا من الفيديو بمعلومة يا رب. وما تنسونيش في اللايكات والكومنتات، وتدعوا لي دعوة حلوة من قلبكم، ويا رب اكون اسعدتكم. هي الاكله على فكره ما استهلكتش مواعين كتير ولا استهلكت حاجات كتير، وفي حاجات ممكن تستغنوا عنها، ان شاء الله برضه هتطلع معاكم جميله، انا واثقه. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب يا رب، وتعملوا احسن مني مليون مره. واسيبكم في رعايه الله وفي حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه.